مساء الفل على عيونكم ومساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض المكشوفة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ترند رمضان الجديد بتاع 2024، حاجة كده قمر قوي بجد، ميكس رهيب بين الكريمة والكنافة والفراولة وطبقات جميلة جدا. شايفين الجمال والطعامة؟ ولا الطعم رهيب 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 بجد. لازم تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. عشاق الكنافة بالمانجا هيعجبهم قوي قوي الكنافه بالفراوله، والميكس بتاع الحشو رهيب جدا. جربوها على ضمانتي وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف المكشوفه دي عملناها ازاي. اول حاجه هنبتدي مع بعض بالكنافه. معايا 400 جرام من الكنافه دي كنت سايباها في الفريزر قبلها بيوم. هبدا افتفتها زي ما انتم شايفين كده، بتتفتت معايا بكل سهوله. لو حابه تعمليها ناعمه خالص ممكن تحطيها في الكبه وتضربيها ضربتين، هتلاقيها نعمت معاكي وبقت حلوه. معايا هنا كوبايه من السمنه، احط نص السمنه الاول وبعد كده احط الكنافه وبعد كده هحط بقيه السمنه. يفضل ان انت تستخدمي حله تكون كبيره او صينيه تكون كبيره، علشان الطاسه اللي انا استخدمتها كانت صغيره، فاضطريت ان انا احطها في صينيه علشان خاطر اعرف اقلب الكنافه علشان تاخد اللون الذهبي القمر ده. طبعا هي اخدت اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده بعد حوالي تلت ساعة كده من التقليب على نار مستمرة، بس تكون النار متوسطة. مهم قوي بعد ما تاخد اللون الذهبي ده نفضيها في اي طبق عندنا او اي صينية، علشان خاطر ما تاخدش حرارة زيادة وتتحرق منك. زي ما انتم شايفين كده هنسيبها تبرد شوية صغيرين، وهنزل عليها بالمكون اللي هيعمل التماسك بتاعنا، وهي نص كوباية من الشربات التقيل. مهم قوي ان الشربات يكون تقيل معانا علشان الكنافة تمسك معانا بكل سهولة وتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هبدأ اقلبها كده مع بعضها، وهجيب بقى بولة مقاس 20 او اي بولة عندك، بس يكون مقاسها صغير شوية. اي كيس بقى تلاجة عندك زي ما انتم شايفين، او كيس سندوتشات، فتحته وبدأت احط الكيس الاول في البولة، وحطيت بولة انا في النص علشان اضمن ان المنطقة اللي في النص دي تبقى فاضية. ممكن تستغني عن البولة اللي في النص دي وتبدأي بس يا دوبك تحطي الكنافة على الجناب، وتبدأي تفضي الجزء اللي في النص دي بالمعلقة لو تقدري، او تحطي البولة وبعد كده تشيليها. وده الشكل بتاع البولة بتاعتي. هحطها في التلاجة وهبدأ اجهز الحشوة بتاعتي. معايا هنا معلقتين صغيرين من الجيلاتين، معلقة كبيرة من المية، وهقلبهم مع بعض وهسيبهم على جنب. ونبدأ نجهز أول حاجة في الحشوة بتاعتنا، وهي طريقة الكاستر. هنعمل كاستر كده سهل وسريع جدا. معايا هنا كوباية من اللبن، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة من بودرة الكاستر. ولو ما عندكيش بودرة الكاستر ممكن تستبدليها بالنشا، وهيبقى عندنا مهلبية لونها أبيض، مفيش أي مشكلة خالص. مش هتطلع بس معاكي لونها أصفر ومفيش أي حاجة، وهتطلع طعمها حلو جدا. بس تقدري تحطي معاها فانيليا علشان بودرة الكاستر بيبقى فيها فانيليا وبتدي طعم حلو قوي. لو انت هتستخدمي النشا حطها على نار متوسطة، وهستنى الخليط معايا يتقل. تعرفي ان الخليط معاكي جاهز ازاي؟ اول ما يبدأ يعمل فقاقيع كده وتلاقيه بدأ يتقل معاكي كده، الخليط معاكي بقى مظبوط. فاكرين بقى الخليط اللي احنا لسه عاملينه بتاع الجيلاتين؟ هنجهز الطبق بتاع الجيلاتين. اول ما يتقل معايا الخليط هنزل بيه معلقتين الجيلاتين اللي احنا دوبناهم في المية، علشان خاطر نعزز القوام بتاع الكاستر. بس دي خطوة اختياري. لو ما عندكيش جيلاتين مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تستغني عنها، بس هو ده اللي هيدي القوام الحلو بتاع الكريمة، وهيخلي الكريمة تتماسك مع الكنافة لما تيجي تقطعيها تطلع معاكي مظبوطة. حابة تستغني عنه مفيش اي مشكلة خالص. اول ما تحطي الجيلاتين هتلاقي الخليط بدأ يفك معاكي. بعد كده اول ما تقلبيه على نار هتلاقيه بدأ يتماسك شوية صغيرين. قفلت بقى النار بتاعي وبدأت اغطيها بكيس بلاستيك او كيس سندوتشات عشان خاطر ما تعملش طبقة وتنشف. هسيبها تبرد تماما، وبعد كده هدخل البودرة الكاستر دي في التلاجة. هنجهز بقى تاني حاجة في الحشوة بتاعتنا، وهي الكريم شانتيه. معايا كيس من الكريم شانتيه ضربته بنص كوباية من اللبن المثلج، وممكن تستبدليها بمية مثلجة زي ما تحبي المتوفر عندك. زي ما انتم شايفين ضربته لحد ما بقى كريمي والقوام بقى تقيل. هدخل الكريم شانتيه في التلاجة هو والكاستر. بعد ما برد هدخله التلاجة واسيبه شوية صغيرين، وهبدأ اجهز تالت حاجة معانا في الحشوة بتاعتنا، وهي الفراولة. معايا ربع كيلو من الفراولة زي ما انتم شايفين. بشيل الجزء الأخضر بتاعها وابدأ اقطعها حلقات كده مدورة، بتطلع شكلها حلو قوي. والطريقة دي لذيذة، والقوام بقى بتاع الفراولة جوه الكريمة بيطلع طعمه حكاية يا جماعة. والحلقات دي بتبقى باينة جدا وطعمها بيبقى غني جدا. هكمل بقى الكمية أنا مع نفسي وأقطعها،
ونرجع بقى إيه للكريم شانتيه بتاعنا اللي إحنا حطيناه في التلاجة بعد أمّا برد، ونزلت عليه بالكاستر وهو بارد، برد تمامًا برّه بدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده دخلته التلاجة هو والكريمة بتاعتنا. مهم أوي إن أنتِ تسقّعي الكريمة وكمان تسقّعي الكنافة علشان الطبقات معاكِ تمسك مع بعضها وتطلع حلوة وجميلة جدًا. زي ما أنتم شايفين كده باقلّب بهدوء علشان ما اطلّعش الهوا بتاع الكريمة، وبعد كده هانزل بالفراولة بتاعتي. تقدري تقطّعي الفراولة قطع مربعات صغيّرة زي ما أنتم شايفين كده، والأفضل إن هي تنزّليها حلقات. أنا حبيت أوريكِ الطريقتين وأنتِ زي ما تحبي. حطيت بقى حلقات الفراولة زي ما أنتم شايفين كده في الكريمة وهاركنها على جنب. هاطلّع بقى الكنافة من التلاجة وهابدأ أرُص كده 3 أو 4 حلقات من الفراولة بس في أول الكنافة من تحت عشان ده اللي هيدّينا الشكل الحلو، وبعد كده هانزل عليهم بالخليط بتاع الكريمة والكاستر والفراولة. بجد يا جماعة حشوة رهيبة وهتعجبكم جدًا. لو لسه ما جربتوش الاختراع ده بجد لازم تجربوه وتنزلوا تكتبوا لي تحت في التعليقات رأيكم و التجربة عجبتكم والّا لأ. بعد ما حطيت الكريمة بتاعتي هابدأ أقفّل بقى البولة بتاعتي بشوية من الكنافة و هاقفّلها كويس أوي علشان خاطر نبدأ نحطها في التلاجة تسقع ساعتين كده، وبعد كده نقدر نقدّمها بكل سهولة وتنزل معانا بكل سهولة. هاقفّل الكيس بتاعي وهادخّلها التلاجة لمدة ساعتين، وبعد كده هاجهّز طبق التقديم وهاورّيكم دلوقتي وإحنا بنقلبها مع بعض شكلها حلو أوي. دي بعد ما فات ساعتين الكيسة بتطلع بكل سهولة وتخلّيكِ البولة تنزل معاكِ بكل سهولة زي ما أنتم شايفين كده شكلها حلو أوي. بنزينها بالفستق الكدّاب. وده كان فيديو النهارده الترند بتاعنا ترند المكشوفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هاستنى آراءكم وتعليقاتكم. وما تنسونيش في اللايك القمر والشير، وشكرًا ليكم على المشاهدة. انتظروني في وصفات أخرى. باي باي.